السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. أول ضحايا النادي الأهلي في منتخب مصر. رسميا الأشعة تثبت إصابة محمود متولي بشد في العضلة الخلفية واستبعاده من معسكر المنتخب الوطني. بعد طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم ياسر إبراهيم إلى معسكر المنتخب بدل من محمود متولي، الأهلي يعلن تعذر انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب بسبب شعور اللاعب بحالة من الإجهاد. الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لتعويض محمود متولي بعد إصابته. محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. المحكمة الاقتصادية سوف تنظر الأربعاء الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لتعليق الأخير لفتة على سور النادي تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، والأهلي طلب في دعواه بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف، والدعوى المنظور بها خاصة بالحقوق التجارية فقط. وكشف محامي النادي الأهلي عن المفهوم الخاطئ لدى البعض بأن الدعوى لتحديد من هو نادي القرن، وهو بالطبع كلام غير صحيح بالمرة، ولم تتطرق إليه الدعوة من الأساس، لأن نادي القرن هو النادي الأهلي، وهو أمر محسوم تماما منذ أكثر من 20 عام. سيد عبد الحفيظ. مارسيل كولر سافر اليوم إلى سويسرا عصرا في أجازة قصيرة للإطمئنان على أسرته، والجهاز الفني والمعاون لكولر حصلوا أيضا على إذن بالسفر لقضاء فترة الأجازة في بلادهم. الجهاز الفني يعود إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق مع انتهاء الراحة السلبية في يوم 13 نوفمبر. محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ويتهمه بالسب والتجاوز، وهاشتاج نساند محمد سراج الدين يتصدر تويتر. محمود متولي يخضع لكشف طبي جديد غدا تحت إشراف طبيب النادي الأهلي لتحديد مدة غيابه عن المباريات. محمود كهربا يخضع لمسحة طبية جديدة بعدما تسببت المسحة التي أجراها أمس باستبعاده من التدريبات. برونو سافيو يعود للتدريبات بعد تعافيه من نزلة البرد، وسامي قمصان يجري مسحة طبية اليوم بعدما غاب عن تدريبات الأهلي في الأيام الماضية بسبب نزلة البرد. النادي الأهلي ينفي تعديل عقد محمد الشناوي ويؤكد أن اللاعب بالفعل متواجد بقائمة الفئة الأولى بين لاعبي الفريق من الجانب المادي. عودة السولية ورامي ربيع للتدريبات بعد تعافيهم من الإصابة. مصدر من الزمالك. لم نفقد الثقة في فريرة حتى نجددها مرة أخرى، ولا نية لدى أي شخص لرحيل المدرب البرتغالي. جهاز الكرة بالنادي الأهلي قام بتوفير مترجم خاص لبرونو سافيو يتواجد معه في كل مكان لتسهيل كل شيء بالنسبة للاعب، بالإضافة إلى أنه سيحصل على دروس في اللغة الإنجليزية. نادر شوقي وكيل محمد محمود. بنسبة 200% محمد محمود سيرحل عن الأهلي في يناير، وسنوافق على العرض الذي يليق بقيمة اللاعب الفنية. أي نادي سيمنح محمد محمود الفرصة أن يلعب بشكل مستمر سيكون اختيار مميز للانتقال إليه، لأن وجهة نظر اللاعب ليست مادية بل يريد إثبات نفسه، وأعتقد أنه سيخرج للإعارة وليس للبيع. كريم فؤاد. لما جبت الهدف الأول أمام الداخلية رحت أحتفل مع كولر، قال لي روح هات الهدف التاني وتعال احتفل. مصدر من النادي الأهلي. أحمد فتحي لن يدخل ملعب التتش مجددا، تم وضعه في القائمة السوداء والأمر محسوم لدينا. لا عودة لأي لاعب رفض عروض النادي ورحل دون إرادة المسؤولين وتلاعب بمشاعر الجماهير للحصول على مكاسب مالية. مرتضى منصور رئيس الزمالك. لو رحلت عن رئاسة الزمالك الفريق سيهبط إلى الدرجة الرابعة، ورغم اختلافي مع محمود الخطيب لكنه بين أفضل من لعبوا الكرة في مصر. الزمالك يعلن إصابة يوسف حسن الصفقة الجديدة والغياب أسبوعين عن الملاعب. فاروق جعفر. استبعاد كريم فؤاد عن المنتخب منطقي جدا. أيمن يونس. كولر هادي ورومانسي زي الشوكولاتة السويسرية، أما فيريرا فهو موسيقار بيخليك وانت بتتفرج مشاعرك ترقص من جمال اللحن اللي بيتعزف على أرض الملعب. لا تعليق ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزمالك. لا توجد نية لدى النادي لتجديد عقد حمزة المسلوسي بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به مع النادي، وسيتم النظر إلى العروض التي ستقدم للاعب في يناير لاختيار الأفضل له وللنادي. محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق. نسبة الشعبية بين الأهلي والزمالك 60 للأهلي و40% للزمالك.
وال40% من الزمالك من كذا نادي، فهتلاقي نسبة الزملكاوية فيهم 17.5 بس في المية. جمهور الزمالك نصهم إسماعيلية ومن المصري. لما كنت بلعب مع الزمالك وأروح الإسماعيلية جمهورهم كان بيهتف لنا معلش يا زمالك هنشجع الإسماعيلي، ومع الأهلي كنا بنخرج من الملعب بمدرعات. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة 4 أيام. الونش أجرى جراحة ناجحة في وتر الخلفية بإنجلترا اليوم. كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق قدمنا بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بالسب والتشهير ضد الأستاذ ممدوح عباس وأبنائه وشركاته والسباب اليومي وإعطاء أوامر لعمال النادي لسب الأستاذ ممدوح عباس وادعاءات باطلة، ويطالب الأستاذ ممدوح عباس بتعويض وقدره 200 مليون جنيه من مرتضى منصور للتشهير الغير مبرر لشركات الأستاذ ممدوح عباس وإيقاف قناة الزمالك لأنها لم تعد قناة الزمالك ولا لها صلة بنادي الزمالك، لكن قناة مرتضى وأولاده، والدخول في الأعراض والسباب المتواصل داخل القناة في جميع الشعب المصري وزيادة التعصب داخل المجتمع المصري. ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. صامويل إيتو منتخب الكاميرون سيتوج بمونديال 2022 على حساب المغرب. رسميا رابطة الدوري الإنجليزي تعلن انطلاق الموسم الجديد يوم 12 أغسطس 2023 وينتهي في 19 مايو 2024. اللاعب الكاميروني فينيسنت أبو بكر محمد صلاح ليس لاعبا يثير إعجابي، ما يفعله يمكنني أن أفعله، لكن ليس لدي فقط فرصة اللعب في هذه الأندية الكبيرة، هذه وجهة نظري، إذا لم تعجب الناس ذلك لا يهمني. بعد انتشار أخبار عن اعتناق الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا للإسلام، دروجبا ينفي على حسابه الشخصي اعتناق الإسلام وأنه لم يترك ديانته. صحيفة التايمز: تلقى ليفربول الآن عرضه الأول من طرف مهتم منذ طرح النادي للبيع. روبرتو فيرمينيو بعد استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن احترامي وأهنئ كل من تم استدعائه، لقد كان وسيظل دائما شرفا لي الدفاع عن قميص بلادي، ما زلت هنا وأثق من أن الله لديها الأفضل لي. صحيفة ذا صن: عن المبلغ المطلوب من طرف الملياردير الأمريكي جون هنري مالك ليفربول لبيع النادي، مؤكدة الصحيفة أنه يطلب مبلغ 4 مليار جنيه استرليني، ويمثل المبلغ المطلوب زيادة تبلغ 1200% عن ال 300 مليون جنيه استرليني، المبلغ الذي دفعه الملياردير الأمريكي لشراء الفريق الإنجليزي سنة 2010. نادي ليفربول تفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع جود بلينجهام، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل بيع النادي. جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق: كأس العالم كبير جدا على قطر، وقرار إسناد التنظيم إليها كان خاطئ وأنا مسؤول عن ذلك بصفتي رئيس للفيفا في ذلك الوقت. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.